مرحبا، كيفكم أصدقائي؟ اليوم سوف أصطحبكم معي إلى إكمال مناسك الحج. وبعد أن طفنا حول الكعبة 7 أشواط مرددين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسعينا بين الصفا والمروة 7 أشواط تذكيرا لقصة أمنا هاجر، مرددين في الهرولة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. واليوم هو يوم التروية، هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس فيما سبق إذا أرادوا الخروج من مكة إلى منى في اليوم الثامن يرتوون الماء معهم من مكة، لأن منى في ذلك الوقت لم يكن بها ماء. مشعر منى هو أول المشاعر المقدسة التي يقصدها الحجاج، وسمي منى لتمنى آدم عليه السلام في الجنة. وقصة منى في الحج مكانا تاريخيا ودينيا. رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار، ذبح فدي إسماعيل عليه السلام. وبعد الذهاب إلى المنى وشرب الماء حتى الشبع مرددين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعد المبيت في المنى متجهين إلى صعيد عرفة بعد طلوع الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة، مع استمرار الذكر والتكبير والتهليل والتحميد. وسمي عرفات بذلك لسببين. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: لأن جبريل كان يرى إبراهيم المناسك عليهما السلام فيقول عرفت، والثاني لأن آدم وحواء تعرفا هناك. وبعد المبيت في المزدلفة ليلة 10 ذي الحجة بعد غروب شمس عرفة، وبعد غروب الشمس رحنا المزدلفة، جمعنا حصى صغير علشان نرمي الجمرات بكرة، وبتنا هناك وصلينا المغرب والعشاء. وسمي بيوم العاشر من ذي الحجة بيوم النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويوم القر هو اليوم 11 من ذي الحجة، وسمي بذلك لاستقرار الحجيج بمنى. وبعد رمي الجمرات رحنا نطوف حوالين الكعبة طوف الإفاضة، وبعد كده نتحلل بقص الشعر والأظافر. وكانت رحلة جميلة في مكة المكرمة، وكل مسلم بيحلم بزيارة بيت الله المقدس، والحج ركن من أركان الإسلام. وتوجهنا إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول والروضة الشريفة وجبل أحد والبقيع ومسجد القبلتين. وذهبنا وصلينا بالروضة الشريفة، دعينا للرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لنا يوم القيامة. ثم ذهبنا للحرم النبوي وشربنا من ماء زمزم، دعينا الله عز وجل الغفران لنا. ثم ذهبنا إلى البقيع وقراءة الفاتحة، مستشهدين لحديث قال فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. رواه مسلم. إن كثير من الصحابة يدفنون في البقيع. ومسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام. زرنا مسجد القبلتين، وسمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلاة واحدة في المكان الذي بني عليه المسجد، نصفها وجه البيت المقدس والنصف الآخر جهة البيت الحرام، مستشهدين بقوله تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولنك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطر. صدق الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. واهتز جبل أحد عندما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: اثبت أحد، اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. والشهدان المقصودان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، والصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبكده يا أصدقائي يكون تم إنهاء المشاعر المقدسة.